النهارده كان في مباراه ما بين الفتح السعودي وفريق الوحده. الفتح لو كسبها كان هيضمن بشكل رسمي البقاء في الدوري السعودي، ولكن الفتح اتغلبها 1-0 علشان خاطر مسلسل مدرب الاهلي يستمر معانا شويه. طب وايه علاقه ده بمدرب الاهلي؟ ما هو حضرتك الاهلي مستني الاسطوره جوزيه جوميز، ومستني جوميز يحسم بقائه مع فريق الفتح السعودي. لا لحظه، هو احنا للدرجه دي مش عارفين نجيب مدرب ومستنيين جوميز؟ ده بجد والله بجد، يعني احنا مش عارفين نجيب مدرب ومستنيين جوميز. احنا الاداره بتاعتنا فاشله في موضوع التفاوض، فوضوا مدربين كتير وفشلوا في التعاقد معاهم، فعشان كده مستنيين جوميز، مستنيين نشوف موقف جوميز النهايه يبقى عامله ازاي. دلوقتي جوميز بقى له 3 ماتشات مع الاتفاق ومع الهلال ومع النصر. طبعا الثلاث ماتشات دول لو اتغلبهم هينزل درجه ثانيه مع فريق الفتح. هنروح نجيب مدرب نزل درجه ثانيه. معلش اصل مدرب واحد وعنده بصمه. هو ليه اداره الاهلي عايز يجيب جوميز؟ علشان مش عارفه تخلص في مدرب. شفت الموضوع سهل ازاي؟ هم مش عايزين يجيبوا جوميز عشان جوميز مشروع، لا هم عايزين يجيبوا جوميز عشان جوميز اللي يعرفوا يتعاقدوا معاه، لا اكتر ولا اقل. هل في مدربين كتير متاحين؟ في مدربين كتير متاحين، بس محتاجين ريسك، واداره الاهلي مش هتاخد ريسك، فانت كده كده هتستنى جوميز. ده بجد والله مش هزار، انا بتكلم معاك بجد. اداره الاهلي ما بتاخدش ريسك في الموضوع ده. افرض جبنا مدرب وفشل، ما احنا لو جبنا جوميز وفشل، لا ما احنا لو جبنا جوميز وفشل على الاقل كانت تجربته ناجحه مع الزمالك. لحظه، هو مين اللي شايف ان جوميز تجربته كانت ناجحه مع الزمالك؟ اداره الاهلي. والله يعني جمهور الزمالك نفسه ما يقدرش يقول ان تجربه جوميز كانت تجربه ناجحه، لكن اداره الاهلي شايفه ان جوميز كان عنده تجربه ناجحه في الزمالك. ربنا يعدينا من البلاء ده على خير.